برلمان الشعب التونسي، برلمان الذي انتخبه الشعب التونسي بكل حرية وبكل ديمقراطية. ولكن يأتي قيس سعيد ليلة 25 جويلية 2021 ليقول خلاص يكفي ديمقراطية، يكفي حرية، يكفي تعايش، يكفي أن نعيش بكرامة وأن نعيش في وطننا. فأغلق البرلمان الشرعي، البرلمان التونسي الذي وقع انتخابه في يوم ما، وأصدر ويعني كان معناه من مخرجات هذا البرلمان دستور البلاد وكثير من القوانين، وأيضا مؤسسات وهيئات وطنية تقوم على إدارة الساحة السياسية والساحة الحقوقية. هذا تاريخ مشؤوم في تونس، إن شاء الله يعني ما يبقاش يعني في تاريخ تونس، وصفحة وتطوى. إذا هذا هو نبعد شوية هذا التواريخ لهذا الانقلاب. 22 سبتمبر هي معناها بداية الحالة الاستثنائية التي طالت أكثر من 4 سنوات، ثم جاءت انتخابات غير شرعية وانتخابات نقول فيها كثير من الكلام. إذا لا أطيل عليكم، هذه لافتة معبرة. هذه هي chronologie de la résistance des défenseurs des droits de l'homme en Tunisie et à l'étranger contre le coup d'État du 25 juillet. هذا رزنامة أو تواريخ المقاومة، مقاومة المدافعون على حقوق الإنسان في تونس وفي الخارج. بالتالي ستجدون أيضا نشأة مواطنون ضد الانقلاب، نشأة الجبهة، جبهة الخلاص الوطني. إذا وهذه التواريخ تواريخ ستبقى شامة في تاريخ تونس، كلها تواريخ نتاع مسيرات، نتاع وقفات. هذه إحدى الوقفات هنا في ساحة الأمم المتحدة. هذه وقفة نظمتها جمعية ضحايا التعذيب، وكانوا كثير من المواطنين في الخارج حضروا هذه الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وبإعادة الديمقراطية لتونس. Ne pas condamner le putsch en Tunisie, c'est complicité, égale complicité. هذه أيضا لافتة معبرة لكل من يساند هذا المنقلب ولكل من يقول أن ليس هناك انقلاب في تونس. سنقوم بجولة. إذن هذا المعرض يعني حاولنا واجتهدنا، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن لم يجتهد ومن لم يصب فله أجر واحد. سنعود. هذه بعض الصور معكم، بعض الصور للمعتقلين للمساجين السياسيين. هذه صور نطالب بالحرية لهم، وهي صور تقريبا معبرة. سنعرض لكم هذا أولا. هذا أول لافتة. جمعية ضحايا التعذيب ترحب بمن يزور هذا المعرض. إذا يعني كل صور المعتقلين موجودة معلقة. نبدأ بالسجين السياسي الأول في المعرض هنا، الأستاذ خيام التركي، ناشط سياسي وحقوقي ورجل أعمال، اعتقل منذ 11 فبراير 2023. الحالة الصحية غير مستقرة بالطبع لأنه في السجن، ونطالب بإطلاق سراحه فورا. الأستاذ عصام الشابي أيضا، وهو عدل منفذ ونائب سابق وأمين عام الحزب الجمهوري. نعم، ونطالب أيضا بإطلاق سراحه فورا. المحامي والأستاذ رضا بالحاج كان بيننا في يوم ما هنا في جنيف في إحدى الندوات الحقوقية في مقر المجلس حقوق الإنسان. هو الآن يقبع في السجن منذ 24 فبراير 2023. هو محامي ووزير سابق وناشط سياسي. الأستاذ غازي الشواشي، المحامي السجين السياسي، أيضا هو نائب سابق وزير سابق ونائب سابق. إذن هو معتقل منذ 24 فبراير 2023. أيضا نطالب بإطلاق سراحه مع رفقائه ومع إخوانه. الأستاذ والمهندس عبد الحميد جلاسي، مهندس وسياسي ناشط حقوقي قيادي سابق بحركة النهضة، اعتقل منذ 11 فبراير 2023.
وكما ذكرت آنفا هو يعاني الآن من حالة صحية ومن مرض السرطان، عافانا عافاكم الله. نطلب أولا وندعو له بالشفاء، ثم نطلب فورا إطلاق سراحه لكي يعالج ولكي يبقى حرا طليق مع عائلته. المحامي والأستاذ نور الدين البحيري أيضا هو وزير عدل ونائب سابق بالبرلمان التونسي، نائب أيضا رئيس حركة النهضة، اعتقل منذ 31 ديسمبر 2021. حكم على تدوينة غير موجودة، شوفوا، تدوينة غير موجودة، حكم ب10 سنوات، وهو الآن أيضا حالته الصحية غير مستقرة. هناك تمزق على مستوى الرئة، وهو الآن مسحوب بجهاز التنفس الاصطناعي في داخل السجن. خرج إلى المستشفى ولكن أعيد إلى السجن بعد أيام بجهاز تنفسي. يا للعار يا للعار يا للعار، يعني إنسان مريض على يعني في حالة صحية غير سليمة يعاد إلى السجن ويعذب تعذيب، يعني من أجل ماذا؟ من أجل تدوينة غير موجودة. القاضي والقاضي الشريف بشير العكرمي، وهو وكيل جمهورية سابق ووكيل جمهورية تونس، وهو الذي أسس لمنظومة مقاومة الإرهاب، وهو الذي قام بعمل مهني شهدت له كل الدول، شهدت له كل المؤسسات القضائية بعمله وبمهنيته. هو الآن أيضا يقبع في السجن منذ فيفري 2023. الحالة الصحية حالة غير مستقرة، يتناول العديد من الأدوية غير معروفة، وضع صحي حرج جدا جدا. وهذا ما أيضا تتابعون زوجته الأستاذة منى، وهي كل يوم زيارة وكل مرة تقوم بتقرير صحي يعني حول وضعيته. ويمكن سنعطي الكلمة أيضا إلى بعض عائلات المعتقلين لكي يعبروا ويعطونا آخر المستجدات حول معتقليهم وحول سجنائنا الذين بدورنا نطلب حالا إطلاق سراحهم وأن يعودوا، وخاصة نحن على أبواب رمضان وهذا شهر فضيل، أن يكونوا بين عائلاتهم وبين أبنائهم. فالحرية للقاضي الشريف بشير العكرمي. الأستاذ راشد الغنوشي هو رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي، رئيس حركة النهضة بتونس، اعتقل 17 فيفري 2023. الحالة الصحية له العديد من الأمراض وخاصة مرض الباركنسون. الأستاذ راشد الغنوشي يعاني من هذا المرض، ويعاني أيضا كما كرفقائه وكإخوانه من أوضاع صحية في السجن غير سليمة. نطالب أيضا من ساحة الأمم من هذا المعرض الدولي الذي نقوم به للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع المساجين السياسيين. نطالب كما طلبنا لزملائه ورفاقه وإخوانه بإطلاق سراح الفوري لكل المعتقلين ولراشد الغنوشي أيضا. إذا نواصل المعرض. هذه صورة معبرة أيضا، هذا فرعون تونس، يعني يعتقل ويسجن يعتقل ويسجن كل صوت حر، يعني الذي يريد أن يعبر عن رأيه بكل حرية. الحقيقة العلم خرج من القفص، كان العلم داخل القفص على أساس أنه يعني هذه رسالة أن تونس كلها مسجونة الآن، ليس فقط هؤلاء الذين مررنا عليهم فردا فردا، لكن سيأتي يوم وينطلق كما قيل، ولكن كلمة حق أريد بها باطل. خرج أو انطلق العصفور ولن يعود إلى القفص. سينطلق نعم العصفور ولن يعود إلى القفص. هذه الصورة، هذه اللافتة هي جمعنا فيها كل من كان ضحية لهذا المنقلب ولسلطة الانقلاب وللظلم والاستبداد. يعني فيهم من ما زال يقبع في السجن، وفيهم من خرج، وفيهم من هو
في هجرة قسرية، وفيهم من هو الآن يعني في وضع غير سليم. إذا هذه لافتة كبيرة. Les défenseurs de l'état de droit et des institutions qui ont été touchées par le coup d'État en Tunisie. هذم المدافعون على دولة القانون والمؤسسات. فقط عرض شامل حتى تعرفون من تضرر، فيهم القضاة، فيهم المحامين، فيهم الرئيس السابق مصطفى المرزوقي، راشد الغنوشي، الإعلاميين، الصحفيين، القضاة، الشرفاء، المحامون، القضاة، الأمنيين، الدكاترة، الفلاسفة، الصحفي عامر عياد، كلهم، صالح عطية، كلهم هذم كلهم من وقع التسبب في المس من حريته. ماذا نريد نحن؟ هذا المعرض أيضا له لافتة أخرى، وأعرض إليكم pour une Tunisie libre et démocratique. لا نريد شيء أكثر من الحرية وأكثر من الديمقراطية وأكثر من أن يتعايش الشعب التونسي مع بعض بكل حرية وبكل كرامة وبكل احترام. إذا نواصل مع بعض السجناء، ويعذروننا من لم نستطع أن نطبع يعني صورة لمعتقلهم أو لسجينهم، لأنه اجتهدنا، وكما قلت في البداية هذا اجتهاد. المهندس عبد الكريم الهاروني، وزير ونائب سابق رئيس مجلس شورى حركة النهضة، اعتقل منذ 5 سبتمبر 2023 مصاب بحروق بليغة في وجهه ويديه، ووقع نقله الآن إلى مستشفى إيلي بنابل، ويعاني من آلام شديدة نظرا لأنه أصيب بحروق قبل اعتقاله. أيضا الأستاذ جوهر بن مبارك الحقوقي والناشط السياسي، أستاذ جامعي وناشط حقوقي ناشط سياسي أيضا. إذا جوهر بن مبارك معتقل منذ 24 فبراير 2023، وهو تهمته أنه ارتشف أو ترشف أو شرب قهوة مع أصدقائه للخوض في شؤون بلده. هذا ذنبه. وسمعنا أن وهو من مجموعة التآمر التي كانت الأصل في الشيء أن المحكمة الأصل نعم يوم 4 مارس، ولكن سمعنا اليوم أشياء غريبة أنه سيقع لن يأتوا بالسجناء وبالمعتقلين، سيتقع محاكمة عن بعد. يا للعار، يا للعار. سمعنا، عشنا وسمعنا. الأستاذ أيضا والشيخ حبيب اللوز أيضا هو أيضا نائب سابق وقيادي بحركة النهضة، اعتقل من 14 سبتمبر 2022. له الأمراض السكري وضغط الدم والعيون إلى آخره. وطالب كما طلبنا سابقا بإطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع المساجين السياسيين. الأستاذ محمد الجميعي ذنبه أنه يدافع عن العدالة الانتقالية. وقع اعتقاله ضمن مجموعة تقريبا ما سميت مجموعة 120 معتقل، كلهم تقريبا كلهم وقع إطلاق سراحهم سراح شرطي، يتابعون ومفتش عنهم. وبقي 4 فقط، منهم الأستاذ محمد الجميعي أيضا الحالة غير مستقرة وله بداية سرطان. عافانا وعافاكم الله. نسأل الله له الشفاء، ونسأل أن يقع يعني إطلاق سراح، ونطالب أن يقع إطلاق سراح في أسرع وقت. الأستاذ والنائب السابق أيضا وعضو برلمان سابق الأستاذ راشد الخياري مآسي، والله مآسي. راشد الخياري وقع سجنه، ووقع الحكم عليه وقضى مدة حكمه، ولكن يعني يقع إعادته إلى السجن مرة أخرى رغم أنه عنده مرض السرطان ومرض يعني أمراض أخرى.
اعتقل منذ 29 أوت 2024 بعد سلسلة من الاعتقالات ومن السجون.